بسم الله الرحمن الرحيم. وصفاتنا النهارده ان شاء الله انا مجمعه لكم في الفيديو ده شويه كده من الوصفات هنعملها مع بعض. هنبدا اول حاجه بتخزين الثوم. هنخزن توم ونخزن بصل وورق عنب ونتكلم عن شويه منظفات، حاجات كتير جدا هنتكلم عليها في الفيديو ده. بس يلا في الاول كده، لو انت لسه اول مره تشوفيني اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما ينزل لك كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. هنا كده انا بخزن عندي التوم. طبعا التوم بيتخزن في شهر 2 أو 3 بس، ده كان شوية كده عندي، اللي عندي في الفريزر خلص، فانا حبيت ان انا وانا بخزن حبة احطهم في الفريزر اوريك الطريقة. عمره ما يصفر منك ولا يحصل له اي حاجة. تتبعي بس الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض في تخزين التوم. وكمان هنخزن مع بعض البصل، وهقول لك ازاي تخزين البصل بطريقة صح وسليمة، ونحط الكبير مع بعض والصغير مع بعضه ليه، وامتى نشتري البصل. كل ده هنعرفه برضو مع بعض في الفيديو. بس في الاول برضو اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. زي ما احنا شايفين كده انا ورياكي ازاي انا مخزنه البصل بتاعي وتحطيه فين، ولو ما عندكيش مكان هقولك على كل الخطوات وكل الاماكن اللي انت ممكن تحفظي فيها البصل بتاعي. كمان هنعمل مع بعض شويه مخلل ليمون معصفر، احلى من بتاع المطاعم وانضف واسهل وارخص كمان ما تشتريه من بره. هقولك على كل التكات بتاعته، ازاي تعملي معايا ليمون معصفر بطريقه سهله وبسيطه ويطلع معاكي احلى كمان ما تشتريه من بره، وايه الخطوات بتاعته وازاي وممكن ان انت تحتفظي بيه بعد قد ايه. يعني مثلا ممكن تاكليه بعد اسبوع، ممكن تاكليه بعد شهر. كل الخطوات وكل الحاجات دي هنعملها مع بعض في الفيديو. منزلك معايا برضو في الحلقة دي فيديو عن الليمون المعصفر. زي ما احنا شايفين كده انا بعبيه في البرطمان. كمان هنعمل مع بعض، طبعا زي ما احنا عارفين ان اليومين دول موسم ورق العنب. هقولك على الطريقة الصح والسليمة والسهلة والبسيطة اللي ازاي تخزني بيها ورق العنب. كل عشاق ورق العنب طبعا الشهور اللي بنخزن فيها ورق العنب دي شهور معروفة، بداية من شهر 4 و5، وممكن ناخد كمان ايه اسبوع ولا حاجة من 6. وبعد كده بقى ورق العنب ما ينفعش ان احنا نخزنه. هقولك ازاي تخزنيه وازاي تعرفي تشتري ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة، وتفرقيه ازاي في السوق اذا كان هو ورق عنب كويس ولا مش كويس. كل الاسرار دي هتلاقيها معايا برضو في الفيديو ده. وهنخزنه في الفريزر ومن غير فريزر. كل الخطوات مع بعض هنعملها في فيديو كمان لتخزين ورق العنب. زي ما احنا شايفين معايا لونه جميل جدا وطعمه وريحته احلى واحلى كمان، بطريقه سهله وبسيطه خالص. بس يلا اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر. هتنزلي تحت على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر وهتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. هنا كده انا بحاول ان انا الف ورق العنب زي ما احنا شايفين كده زي ما بنشتريه من بره. وطبعا انت لما تخزني ورق العنب احسن لك وانضف لك ما تشتريه من بره. وهنا بقى انا هجيب الكيس وهحطه فيه وهقول لك على طريقه تانية كمان تخزنيه بيها. هنا مع بعض بقى أنا عملنا الزبادي. هقول لك برضو من ضمن الوصفات معانا في الفيديو ده الزبادي، ازاي تعملي الزبادي يطلع معاكي متماسك. طبعا الزبادي بره بقى غالي جدا، فمن كيلو لبن واحد بس هتطلعي 10 زباديات زي ما احنا شايفين انا بقلبها معاكي في الفيديو. لا بتتقلب ولا بيحصل لها اي حاجه. وكمان دي كمان لسه ما دخلتش التلاجة عشان تتماسك معاك. كل اسرار عمايل الزبادي هتلاقيها برضو معايا في الفيديو ده. كمان هنعمل مع بعض حلويات، هنعمل الشربات بتاع الحلويات الكنافة والقطايف واي انواع حلويات انت بتعمليها بتحتاج لشربات. هقولك على شربات مناسب بيناسب جميع الحلويات او معظم الحلويات. وهنتكلم في الفيديو برضو عن عايزاه تقيل عايزاه خفيف عايزاه وسط. كل ده هنعمله مع بعض في الفيديو ده. طبعا زي ما احنا شايفين القوام بتاعه ده جميل جدا، وعمره ما يسكر معاكي ولا يحصل له حاجه، وتقعديه في التلاجة شهر واتنين وتلاتة وما يحصلوش اي حاجه. دي كمان وصفه هنزلها معايا في الفيديو بتاعي. يبقى احنا كده معانا حوالي 5 أو 6 وصفات في الفيديو ده. وكمان هنعمل مع بعض كيكاية كده جميلة جدا، وهقولك على كل أسرار عمايل الكيك وازاي ليه الكيك بيهبط مني، ليه الكيك بيطلع غامق، ليه الكيك بيطلع مستوي من الحروف ومش مستوي من الجنب، وازاي اطلعه باللون التحفة اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وهقولك برضو ازاي امتى تفتحي عليه الفرن. وكمان لو عندك حاجة صاج مثلا ما بيستويش فيها كويس هقولك تعملي ايه. ولو انت حابة تقلبيه الفورمة دي ومطلعتش معاكي، كل الاسرار دي هنعرفها مع بعض. وهنتكلم كمان شوية عن
شوية المنظفات اللي بتحتاجها اي ست بيت، وكمان لو انت عروسة وبتجهزي وعايزة تعرفي ايه المنظفات اللي انت ممكن تشتريها، تعالى اقولك بالفيديو ده كمان ايه كل انواع المنظفات اللي انت ممكن تحتاجيها كست بيت او عروسة بتجهز. هنتكلم في الفيديو شامل جميع المنظفات اللي انا عن نفسي بستخدمها، وشايفة ان اي بيت ما يستغناش عنها، سواء كان مسحوق عادي او مسحوق اوتوماتيك او صابون سائل او كل ادوات النظافة اللي الست بتستغناش عنها في بيتها. هقولك عليها، وهقولك كمان على الانواع اللي انا جربتها وطلعت كويسة، والانواع اللي ما طلعتش كويسة ما تجربيهاش. وحد لو جرب طريقة تانية، حاجة تانية من المنتجات دي، يقول لي عليها. بس برضو اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش وفعلتي زر الجرس. اول وصفة هنبدأ فيها مع بعض كده وهي تخزين ورق العنب. اول حاجة هنشتري ورق العنب. طبعا انت بتخزني حسب احتياجاتك، بتجيبي كيلو، بتجيبي 2، بتجيبي 3، حسب ما بتحبي ورق العنب وحسب طبعا عدد افراد اسرتك. بنروح نشتري ورق العنب كده، قلنا طبعا بنشتريه في شهر 4 وشهر 5، وبعد كده ما بيتخزنش، ما بيبقاش كويس. فانا هروح وانا بشتريه كده هاخد حتة كده من الطرف اللي هو الناشف اللي فوق اللي هو العنقود بتاع العنب ده، وندوقه كده تدوقيه. لو لقيتيه فيه مزازة ورق العنب كده يبقى هو كده تمام، لكن لو لقيتيه لا ما فيهوش المزازة بتاعت ورق العنب اللي هي معروفة ده، يبقى طبعا هو مش ورق عنب. هاخده اغسله كويس جدا وانضفه من اي تراب طبعا، لانه بيبقى فيه تراب كتير جدا، وهنرصه على بعضه كل ورق الاحجام على بعض، يعني الكبير على بعضه والصغير على بعضه، كل الورق مع بعض زي ما احنا شايفين كده، وهنرصه على صينية. بعد كده عندي بقى حلة على النار عشان نخزن ورق العنب ده. هجيب حلة على النار، هحط فيها معلقة من السكر، مش هنحط هنا ملح خالص، ولا هقولك مكون سحري ولا مش مكون سحري ولا اي حاجة، مكونات سهلة وبسيطة خالص. وعندي ليمونة، هاخد ليمونة كده واحط القشر بتاعها عشان يديني الزيوت العطرية اللي موجودة في الليمون. وطبعا الكمية دي انا هزود فيها المية تاني، لو عندك حلة اوسع ممكن تعملي فيها. وهسيب المية بتاعتي لحد ما تغلي. اول ما المية تبدأ تغلي معايا كده وتسخن، اهدي عليها النار وابدأ بقى ان انا احط ورق العنب بتاعي. هحط رصة برصة كده طبعا. واهم حاجة في تخزين ورق العنب ان لازم تكون العنب الورق مرصوص، لان طبعا لو انت عملتيه بطريقة عشوائية كده بعد كده تيجي ترصيه هيعذبك، لكن هو اخضر كده بيكون اسهل. واقلب شمال ويمين، وطبعا النار عندي بتكون وسط خالص، وممكن كمان تطفي النار لحد ما تحس ان المية هتبدأ تبرد، تولعي النار تاني. ونرص ورق العنب كده على بعضه زي ما احنا شايفين كده لحد ما يغير اللون بتاعه ويديني اللون الاصفر الحلو الجميل اللي احنا بنحبه في ورق العنب. اهو بدأ يلون معايا بقى اللون بتاعه اهو. ههدي بقى النار زي ما اتفقنا، ولا نضيف ملح ولا ملح ليمون ولا اي حاجه. عندي طبق تاني كده فيه ميه بتلج، ميه متلجه جدا وفيها مكعبات تلج. هاخد اول رصه كده معايا وانزل فيها، طلع من السخن على البارد على طول، وانزل فيه كده. الورق بيحافظ على الخضار بتاعه ويفضل معاكي طازه من اول ورقه لاخر ورقه. وكمان لما بنعمل له صدمه من السخن للبارد عمره ما يتهري منك ولا يغير لون ولا يسود ولا اي حاجه. واشيل بقى كده خلاص، اديله شمال ويمين، وكمان عشان ما يكملش لو هو بيوقف السوا بتاعه. واخده بقى عندي كده على مصفى او على قماشه مثلا نضيفه بتاعه مطبخ، فوطه مطبخ، ونسيبه لحد ما يصفي الميه بتاعته كلها. هبدا ان انا اعمل كمان رصه معاكي من ورق العنب اهوت، واحده واحده كده بسهوله. هنا انا بوريكي ان الميه بتاعتي دي فيها قطع من التلج، وكل ما الميه دي بتسخن طبعا لان احنا بنحط ورق العنب بيكون سخن فبننزله في الميه دي فدرجه الحراره بتاعتها بتقل، نكون محضرين معانا تلج ونحطه في الميه تاني. هنا انا حطيته في مصفى كده زي ما احنا شايفين اهوت، وهسيبه لحد ما يصفي كل الميه اللي موجود فيه، واكون انا خلصت كل الكميه اللي موجوده عندي من ورق العنب. هنا خلاص انا خلصت ورق العنب بتاعي اهوت، وخلاص صفى الميه بتاعته كويس جدا، لو مسكناه مش هنلاقي فيه اي ميه. زي ما انا بوريكي كده ومرصوص كل الكبير مع بعضه وكل الصغير مع بعضه. طبعا دي العيدان بتاعت ورق العنب مش هنرميها، انا هقولك احنا هنعمل بيها ايه. دي مفيدة جدا بنستخدمها برضو في المحشي بتاع ورق العنب. هشيل بقى المصفى بتاعتي دي على جنب واجيب القطاعة بتاعتي كده، ونبدأ بقى نرص في ورق العنب، نلفه زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. ازاي انا بلف رول كده عشان ما ياخدش طبعا معايا مساحة في الفريزر، وكمان عشان ما يتهريش زي ما بنشتري من بره بالظبط. هنا بقى عندك حل من اتنين، يا اما هنجيب عندنا البرطمانات الازاز بتاعتنا اللي موجودة عندنا في اي بيت، ونبدأ نرص فيها ورق العنب
كله جنب بعضيه كده صفوف صفوف، ونعمل له محلول ملح بيكون عبارة عن كل كوباية مية عليها معلقة من الملح وذرة من ملح الليمون، وندوبهم كلهم مع بعض ونحط فيه محلول الملح ده. دي طريقة، والطريقة دي انا جربتها وحلوة وجميلة وبرضو مش وحشة. لكن انا هحطه طبعا في الفريزر، لان انا ما عنديش مكان ان انا احط فيه ورق العنب وهو محطوط في البرطمانات كده. فانا هلفه رول وهجيب عندي كيس وابدا ان انا ارص فيه الرولات اللي انا عملتها من ورق العنب دي، ونحطه في الفريزر زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. وانا هجيب اللفه دي نحاول نفرمها وما نخليش فيه اطراف باينه، عشان الاطراف لما بتبان ومع التلج بتدوب وبتتهري مني. لكن انا عايزه تكون الرصه بتاعتي مظبوطه زي ما احنا بنرص صباع الورق العنب. وهجيب الكيس بتاعتي بقى وابدا ان انا ارص واحده جنب التانية كده زي ما احنا شايفين في الفيديو مع بعض. ما تنسيش بقى لو انت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا تعملي لي لايك وشير، وتشتركي معايا في القناة، وتفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. هتنزلي تحت على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر وهتضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه كده. خلاص اهو انا فرغت كل الهواء اللي موجود معايا في الكيس. وطبعا انا هعمل محشي بطلع 2 لور واحدة ملفوفة رول من اللي هو ده او 2 او 3 زي ما حسب ما بتحبي تطبخي وفي بيتك، وحسب طبعا عدد افراد اسرتك. وبشيل كده الرول ده واحطه على جنب، ونلف واحدة كمان وهكذا وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية. لو عندك 10 كيلو من ورق العنب مش هياخدوا معاكي اي وقت لو اتبعت الطريقة دي، هتقعدي تعمليهم كده بكل سهولة احسن وانضف ما تشتريه من بره. وانا هلف بقى باقي الكمية واحطهم مع بعض في اكياس ونحطهم في الفريزر. هنا حبايبي خلاص اهوت انا لفيت كل الكمية وحطيتها في الكيس وطرقت منها كل الهواء. طبعا اول ما نيجي نعمل اي طبخة تطلعيه يفك معاكي على ما تعملي تسبيكة المحشي وتبداي تحشي على طول، ولا تحطي في ميه مغليه ولا ميه بارده ولا ميه سخنه. احنا عملنا كل الخطوات دي مع بعض. اخد واحد واحد كده وابدا ان انا احشي في ورق العنب اهو، بطلعه كده ملفوف جميل، تسيبيه لحد ما يفك كل التلج اللي هو موجود فيه وتبداي تحشي بكل سهوله. بالنسبه بقى للعيدان بتاعت ورق العنب اللي احنا كنا محتفظين بيها دي مش هنرميها، دي تعتبر كنز من كنوز تخزين ورق العنب. هاخد معايا العيدان دي واحطها في كيس. هنحطها في كيس ليه؟ طبعا انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا، واحطها برضو معايا في الفريزر. ليه بقى بنحتفظ بالاعواد اللي هي العيدان دي بتاعت ورق العنب؟ طبعا دي بيكون فيها كل المزازه بتاعت العنب، فما بنرميهاش. بنعمل ايه بقى؟ بدل طبعا ما نرص خضار اللي هو بصل وطماطم وجزر وحاجات تحت في الحله كده واحنا بنرص ورق العنب، هنحط العيدان دي. طبعا طريقه اقتصاديه، ومنها ان احنا بنوفر الخضار طبعا لان اسعار الخضار بقت غاليه جدا، وكمان بنستفيد بالمزازه اللي موجوده في العيدان بتاعت ورق العنب دي. وطبعا بطلع منهم برضو اي هوا كده، وهما بيكونوا لما بيتجمد ما بيمسكش ببعضه، فبيكون سهل ان انتي تاخدي منه شويه ترصيهم في الحله من تحت وتبداي تحشي وتحطي ورق العنب بتاعك يطلع معاكي احلى ورق عنب. لايك وشير بقى لو عجبك الفيديو ده. نخش بقى على بعد كده على الليمون المعصفر. اول حاجه شراء الليمون. احنا بنشتري الليمون يكون الليمون بتاعك ليمون بلدي اصفر كده، وما تجيبيش الليمونه الخضراء لانها بتكون فيها نسبه مراره، حتى لو حطيتيها في الميه واصفرت في ميه سخنه يعني لا بتكون فيها سنه مراره. وابدا ان انا اقطع الليمون بتاعي، اقطع الليمونه على 4 زي ما احنا شايفين بعلامه كده وعلامه اكس كده. طب ليه انا بس بقطع الليمون وبعدين اسلقه مش العكس؟ علشان احنا لما بنسلق الليمون ونيجي نقطعه بيعذبك، بيكون فيه صعوبة في تقطيع الليمون لانه بيكون خلاص مش ماسك نفسه. فانا بالسكينة كده وعلى القطاعة بتاعتك، انا هعمل شوية صغيرين، ده تقريبا كيلو الا ربع او نص كيلو تقريبا برطمان صغير، فمش مستاهل قطعة. وابدأ ان انا اقطع في الليمون بتاعي الواحدة كده على 3 4 اسفة علامة اكس كده. وفي الوقت ده بكون انا مولعة عندي حلة على النار فيها مية. خلاص خلصت كل تقطيع الليمون بتاعي زي ما احنا شايفين كده حبيبي مع بعض بقطع فيه الليمون.
هنا انا قطعت كل كمية الليمون اللي موجودة عندي الواحدة على 4 كده. خلاص بقى عندي حلة على النار، الحلة دي فيها مية مفيهاش اي اضافات، وهبدأ ان انا احط فيها الليمون بتاعي علشان عايزاه ياخد نص سلقة. طب انا لو مش عايزة اسلق الليمون بتاعي هبدأ ان انا احشي فيه بالمكونات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي ونعبيه في البرطمان. بس انا بحب اديله نص سلقة، تقريبا تاكلي منه بعد اسبوع، لكن لو ما سلقناهوش بيقعد معاكي شهر على ما تبدأي تاكلي فيه الليمون. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، غلوة والتانية تقريبا بياخد 10 دقايق مش اكتر من كده. وابدأ بقى ان انا اصفي الليمون بتاعي من اي مية موجودة فيه. هنا خلاص انا طفيت عليه النار، ولو حابة تديله مثلا 5 دقايق غليان وبعد كده تطفي النار وتسيبيه في المية يكمل سوا، دي طريقة برضو ناجحة وكويسة. هبدأ بقى اشيل بقى الليمون بتاعي واحدة واحدة كده واصفيه من اي مية موجودة فيها، وعندي طبق بطلع فيه الليمون. طبعا هنا في ناس بتحلي ليمون. يعني ايه بتحلي ليمون؟ يعني بتفتح عليه الميه كل شويه ننزل المراره اللي موجوده فيه، بس هو بمجرد ما بيغلي كده بينزل اي مراره موجوده فيه. وطالما الليمون بتاعك بلدي ولونه اصفر عمره ما هيكون فيه اي مراره من اي نوع. واشيل بقى كل الليمون اللي عندي ده واحطه في الطبق يصفي الميه بتاعته ونسيبه لحد ما يبرد تماما. هنا زي ما احنا شايفين كده انا بوريكي بس ان قد ايه هو شكله حلو وجميل واستوى معانا، وكمان الايه الليمونه بقت مستويه وجميله جدا. هنعمل بقى مع بعض الخلطه اللي هنحشي بيها الليمون المعصفر بتاعنا ده. ودي خلطه انا شاريها جاهزه كده من عند العطار، عباره عن كركم وحبه البركه وشمر وعصفر. لو انت عندك المكونات دي كلها هتحطي من كل مكون من اللي انا قلته ده معلقه عصفر، كركم، حبه البركه وشمر. طبعا انا بشتري الخلطه دي جاهزه من عند العطار، بقول له انا عايزه الخلطه بتاعه اللي انا هعمل بيها ليمون معصفر، فبيديني الخلطه دي. فهنا كان الكركم فيها قليل شويه، فانا حطيت منه حوالي كده معلقه صغيره من الكركم زودت بيها، لان انا بحب طعم الكركم بيكون واضح اكتر في الليمون المعصفر. طبعا انت ممكن تقولي للعطار اللي بيعمل لك الخلطه دي يزود لك نوع عن نوع بالنسبه لحاجه انت بتحبيها وحاجه ما بتفضليهاش. وهاخد بقى الخلطة بتاعتي دي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي تقريبا هتكفي كيلو الا ربع او نص كيلو من الليمون. هحط عليها ادي 1 2 3 معالق من الملح، ونقلب كويس جدا المكونات دي كلها مع بعض، اللي هي حبة البركة والشمر والعصفر والكركم. عندي فلفل احمر حامي مقطعاه مكعبات صغنونه خالص كده، وممكن طبعا تضربيه في الكبه، بس انا قطعته بالسكينه عادي كده. ونبدا نقلبه تاني مع بعض مع الخلطه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الليمون المعصفر بتاعنا، ونقلب كويس جدا كده زي ما احنا شايفين مع بعض. والمكون الاخير اللي هنضيفه مع بعض، وده اختياري لو ما عندكيش مفيش مشكله، ده جزر. طبعا الجزر ده انا كنت مفرزاه في الفريزر ونزلت لكم بيه فيديو، عشان كده بقول ليه نخزن الجزر بتاعنا يكون مبشور، وليه نخزنه مكعبات، وليه نخزنه شرايح، حسب استخدامك. من ضمن الاستخدامات اللي انا بحب احط فيها الليمون يكون مبشور، عشان لو عملت مثلا اي خلطه لاي مخلل عندي ومحتاجه فيها جزر تكون جاهزه عندي. الليمون عندي خلاص هو بدأ يبرد، والخلطه بتاعتي انا هسيب بس الجزر شويه لحد ما يفك معايا من التلج اللي موجود فيه، ونبدأ نحشي فيه الليمون المعصفر بتاعنا. وهنشوف هنعمله محلول ملح ازاي، وهناكل منه بعد قد ايه. هنا خلاص كان الجزر بتاعي ده خلاص في الخلطة اللي احنا كنا عاملينها دي، وهبدأ ان انا احشي في الليمون بتاعي واحدة واحدة كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي موجودة معانا. طبعا لو انت حابة تحتفظي بيه حاجة هتفضل من ده بنشيلها في الفريزر، ما ينفعش نسيبها بره عشان خلاص فيها بتاع ده فلفل وفيها جزر، والحاجات دي كلها ممكن تبوظ معانا. ونبدأ نحشي واحدة واحدة كده بالمعلقة كده، وما نمسكش تقريبا بايدينا لان الفلفل بيكون حامي. وطبعا ممكن تزودي شطة عادي لو انت مثلا ما عندكيش الفلفل ده، برضو بيدينا نتيجة حلوة وكويسة. وفي ناس ما بتحبش الحراق فممكن تستغني عنه. وهبدأ احشي كل الكمية اللي موجودة عندي دي، واللي احشيه احطه في نفس الطبق منها، مش هنوسخ مواعين. وكمان عشان اي حاجة هتنزل من الحشوة اللي احنا بنعملها دي هقولك هنعمل بيها ايه. ما تنسيش بقى لو انت وصلت معايا في الفيديو لحد هنا تعملي لي لايك وشير، وتشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلت زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. وانا في الفيديو ده عامله لكم تجميعة كده من الفيديوهات المهمة والمفيدة لاي ست بيت بتحب تخزن حاجتها في البيت،
من ورق العنب والليمون المعصفر والزبادي والثوم والبصل والحاجات دي كلها اللي بنعملها كلنا في بيوتنا. انا بقولك على اسهل واسرع وابسط طريقة ممكن ان انتي تشتغلي بيها. انا خلاص كده، انا كنت خلاص حشيت كل الليمون بتاعي. هجيب عندي برطمان، طبعا الشويه اللي بقوا دول انا مش هرمي، هنعمل بيهم ايه دلوقتي. برطمان غسلاه ومعقماه ومنضفاه كويس جدا، ممكن برطمان بلاستيك، برطمان ازاز. انا البرطمان ده كان فيه اصلا ليمون شارياه فيه، فهخلل فيه برضو الليمون المعصفر. هنبدا نرصه واحده واحده كده وننزل بشوش عشان الحشو بتاعنا ما يطلعش من الليمونه. وهرص البرطمان ده كله زي ما احنا شايفين مع بعض. ونحاول بقى نزنق كده في الليمون بتاعنا لو هو الكمية. طبعا هو الليمون لما بنسلقه فالحجم بتاعه بيخس شوية، مش زي ما بيكون طازة واحدة جنب التانية. وطبعا بيكون مرن شوية معانا في ان احنا نعرف نظبط البرطمان بتاعنا بحيث انه ياخد كل الكمية اللي موجودة معانا. انا كده خلاص تقريبا رصيت كل الكمية في البرطمان اللي موجود عندي اهو زي ما احنا شايفين. طبعا ريحته بتكون جميلة جدا. دول الشوية اللي فضلوا معايا اللي نزلوا معايا، ودول شويه التانيين اللي انا كنت بحشي منهم. هعمل ايه بقى؟ هاخد شويه ميه من السلق اللي احنا ميه السلق اللي احنا سلقنا فيها الليمون اللي هي دي، حطيتها على شويه دي تقريبا. هناخد ربع البرطمان، ربع البرطمان هنحطه عليه شويه ميه من اللي سلقنا فيها الليمون، بتديله مزازه جميله جدا بالنسبه لليمون المعصفر. ودي ميه عادي مفلتره خالص، ميه سخنه وغليتها او ميه من الحنفيه عادي في الطبق اللي احنا كنا بنحشي فيه عشان نستفيد من الحاجات اللي نزلت منه. انا بوريكي الميه اللي هي بتاعه سلق الليمون اللي انا اخدت منها شويه تقريبا ربع البرطمان. بعد كده بقى نعمل المحلول بتاعنا اللي هنحط فيه الليمون ده. هحط تقريبا 3 معالق من الملح، 3 معالق صغيرين بما يعادل معلقه ونص كبيره. ونبدا نقلب كويس جدا لحد الملح ده ما يدوب معايا. وده يعرف بقى ان الملح بتاعي مظبوط ولا مش مظبوط. هدوق، فلو لقيته مظبوط خلاص، فهنا انا حسيت ان هو محتاج كمان معلقه من الملح، فهزود له كمان معلقه من الملح. ونبدا نصب بقى المحلول بتاعنا ده على الليمون. الليمون ده بنحتفظ فيه في اي ظرفه في المطبخ، او طبعا هنا كان تقريبا دي حبايه من الزبيب، معرفش هي جت هنا ازاي. وهنقلب كده كويس جدا مع بعض، وبعد كده نصبه على الليمون المعصفر بتاعنا المحلول بتاع الملح اهو. واي شويه ملح موجودين طبعا لان ده معيار بتاع الملح بالظبط، جه مظبوط معايا بالظبط تمام كده. وبعد كده نحط بقى على وشه شويه كده من الزيت علشان تمنع اي عفونه ممكن توصل لليمون بتاعي. طبعا بمجرد ان احنا ما بنفتح الليمون ده ونبدا ناخد منه بندخله التلاجة على طول. لكن لو لسه ما فتحناهوش ومفيش اي هوا دخله ممكن تحتفظي بيه بره المطبخ عادي خالص، لان الريم الابيض اللي بيظهر على المخللات ده لما بتتعرض للهواء، فمجرد ان احنا نفتح البرطمان ندخله التلاجة على طول. كده حبايبي خلاص انا قفلت البرطمان بتاعي وهسيبه في اي ظرفه في المطبخ. لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي الليمون. بعد كده هنعمل مع بعض كيكايه. ايه اللي بيخلي الكيك بتاعي يطلع زي ما احنا شايفين بتاعه اللون حلو وجميل كده، وايه اللي يخليه يهبط مني؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو. دي كيكه انا عملتها ببيضتين 2 بس، وعملت لها اختبار كده زي ما احنا شايفين مع بعض. هتطلع معاكي مستويه ونظيفه السكينه خالص. دي تقريبا اخدت معايا ساعه الا ربع في الفرن. وهقولك في الفيديو على عوامل ازاي الكيك بتاعنا بيهبط وليه بيهبط وليه ما بياخدش اللون الحلو ده. نعمل مع بعض بقى شويه كده من التوم. هنخزن مع بعض شوية من التوم. طبعا التوم بيتخزن في شهر 2 و3، بس انا كنت خلاص خلصت بتاع السنة اللي فاتت وكنت شارية منه ولسه ما خزنتوش، فحبيت ان انا اخزن معاكم الفيديو ده. هجيب السكينة بتاعتي كده وابدأ اشيل الحتة اللي تحت بتاعة الراس، بتاعة راس التوم يعني، عشان هنقشره مع بعض بالبرطمان بطريقة سهلة وبسيطة خالص. فانا هشيل كده الحته دي بالسكينه. طبعا لو السكينه مش حاميه معاكي هقولك على طريقه سهله وبسيطه خالص ممكن تحمي بيها السكينه، بس هنشوفها في اخر الفيديو. استني معايا لاخر الفيديو وانت ممكن تشوفيها. وهشيل بس بالراحه كده. هو طبعا
لما بنجيبه في الموسم بتاعه بيكون طري فتقشيره بيكون سهل، لكن هو هنا خلاص عشان نشف معايا فتقشيره بقى صعب. فهنعمل ايه؟ هنجيب البرطمان كده، اي برطمان ازاز عندك او بلاستيك، وهنبدأ نفصص فيه الراس، كل راس من بتاعة التوم دي، وهنعمل له حركة كده انا كنت شايفاها وحبيت اجربها معاكم واشوف هي فعلا بتقشر التوم ولا لا. وهننزل بكل فصوص التوم كده زي ما احنا شايفين مع بعض، ونرج البرطمان كويس جدا، هنلاقي كل التوم بتاعي ده بدأ يقشر. بس اهم حاجة ان احنا نفصل الراس بالسكينة كده عشان تساعد التوم في ان هو يتقشر. واشيل الراس كده اهو، نبدأ نعبي في البرطمان. هنا خلاص بقى انا هبدأ ارج في البرطمان بتاعي كويس جدا علشان اشوف فعلا التوم هيتقشر ولا مش هيتقشر. نبدأ نشيل كده البتاع بتاعي كويس جدا البرطمان، نقلبه كويس جدا لحد ما نشوف فعلا هو هيقشر معايا التوم ولا لا. بعد كده هجيب طبق بقى ونفضي فيه عشان نفصل القشر عن التوم. فعلا قشر معايا التوم زي ما احنا شايفين، هو ما قشروش كامل تقريبا بس يعني ساعدني في ازاي ان انا اشيل القشرة من عليه. هنا التوم بتاعي خلاص انا اهوت، انا هتبع كل الطريقه دي في ان انا هقشر كل الكميه اللي موجوده عندي. وهنا خلاص انا قشرت التوم وشلت منه اي قشر موجود عنده، ده تقريبا كل الكميه اللي طلعت معايا. لو في اي شوائب كده وما نغسلوش ولا اي حاجه، بننضفه بس كده علشان لو اي ميه جيت عليه هيصفر مني. هجيب بقى الكبه بتاعتي وانزل فيها بالثوم، مش هنضيف له اي اضافات غير في الاخر، وهقول لك ليه هنضيف الاضافات في الاخر مش في الاول. ابدا ان انا افرم الثوم بتاعي ده فرمه كويسه جدا في الكبه، وطبعا بتفرميه حسب احتياجاتك، يعني عايزاه ناعم عايزاه خشن زي ما بتحبي وتفضلي الثوم يكون مفروم قد ايه. ونبدا نفرمه كويس جدا في الكبه، ما نضيفش ملح ولا زيت ولا خل ولا اي حاجه، هفرمه كده فرمه كويسه كده مع بعض. هنا انا بشغل وبطأ واشغل وبطأ عشان طبعا ايه الموتور بتاع الكبه ما يحصلوش اي حاجه. هنا حسيت ان هو لسه خشن شويه فهديله كمان ضربه. زي ما احنا شايفين انا بحب يكون التوم مش مهروس قوي ومش ناعم قوي ولا خشن، عشان يعني كويس جدا بالنسبه لي انا كده. عايز كمان ضربه، هنزل بس الحاجات اللي على الجناب دي وهديله كمان ضربه في الكب. طبعا تخزين التوم زي ما اتفقنا بيكون في شهر 2 وشهر 3، بس بما ان انا ما عنديش توم خلاص فحبيت ان انا انزل معاكم الفكره دي، وخصوصا في فكره تقشير التوم. وطبعا الطريقه دي انا متبعاها بقالي سنين وعمره ما يصفر مني ولا بيطلع ريحه ولا اي حاجه. هنشوف هنحفظه مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. هنا خلاص بقى انا كنت خلاص فرمت كده التوم، اداني الدرجه الكويسه اللي انا عايزه افرم بيها. اشيل بقى السكينه دي ونشوف هنضيف له ايه. بالنسبة للثوم احنا هنضيف له هنا حوالي 3-4 معالق من الملح، مش هضيف لا خل ولا زيت ولا اي حاجة. ليه؟ طب ليه ما ضفناش الملح واحنا بنضرب الثوم في الكبة؟ علشان انا لو ضفت الملح هيخلي الثوم ينزل ميته، ولما ينزل ميته هيصفر معاكي لما تدخليه الفريزر. وكمان لما تيجي تحتفظي فيه بالبرطمان هتحسي ان هو عامل زي قطعة التلج، فلما تيجي تاخدي منه هتحسي ان هو ماسك نفسه فمش هتعرفي تطلعي منه. لكن احنا بنحط الملح كده بعد ما بنخلص ضرب في الكبة علشان ما يتجمدش منك زي التلج في الفريزر. هنا انا ضفت حوالي 3-4 معالق كده من الملح. وهجيب عندي بقى برطمانات ازاز معقمه ومغسوله نضيف جدا ومفيهاش ولا نقطه ميه، ونبدا ان احنا نحط فيها التوم بتاعنا. البرطمانات دي انا غسلاها ومعقماها كويس جدا. لما نعبي بقى التوم بتاعنا ما نكدسش البرطمان، ما نحطش ونزق بالمعلقه كده، لا تحطي وتسيبي فيه زي هوا وفراغات كده ما بين التوم وبعضيه علشان لما تيجي تطلعي منه يكون سهل، ما يكونش عامل قطعة تلج كده ويعذبك فيه وانتي بتطلعيه. زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهوت كده خلاص. لو في اي شوائب طلعت معايا كده بشيلها زي ما احنا شايفين. هعبي البرطمان طبعا اهوت ومباشرة هدخله على الفريزر. ما ينفعش ان انا اعمله واركنه شوية بره وبعدين ادخله الفريزر هيصفر مني.
وعايزاه يدخل الفريزر في درجة حرارة بالنسبة للفريزر تكون عالية شوية علشان يتجمد بسرعة من غير ما يصفر. والشوية اللي فاضلين دول انا هحطهم برضو في برطمان برضو وهدخلهم برضو الفريزر. بالنسبة للاستخدام بقى، اول ما اطلع التوم بتاعي ده انا ما طلعش البرطمان عشان يفك شوية، انا بطلعه باخد منه بحرف السكينة كده بشوشه بالراحة وبدخله مباشرة وهو مجمد، علشان لو طلعتيه يفك وبعدين تدخليه ويفك ويتجمد ويفك ويتجمد هيصفر منك ومش هيبقى كويس خالص كمان صحيا. ودول اخر شوية كده معايا اهوت، هحطهم في البرطمان بتاعي واقفل البرطمانات وادخلها مباشرة على الفريزر. وبكده نكون دي اسهل طريقة وابسط طريقة ان انتي ممكن تخزني بيها التوم. وكمان لو مش حابه تخزني ممكن كل فتره تعملي لك شويه كده في برطمانين، لو انت مثلا ما عندكيش وقت واقفه في المطبخ، لو بتحبي التجهيزات وتجهزي والفريزر يكون عندك دايما فيه كل حاجه متجهزه، اتبعي الطريقه دي هتديكي طريقه كويسه جدا وعمره ما يصفر منك. جربي طريقتي ان شاء الله هتعجبك. وبالنسبه للبرطمانات الازاز ما تخافيش مش هتفرقع ولا حاجه، لان هو ما فيش ميه، لكن اللي بيخلي الازاز يفرقع لو فيه ميه، لكن ده توم ما فيهوش اي ميه، فعشان كده احنا ما حطيناش الملح في الاول عشان ما ينزلش ميته. نخش بعد كده بقى على تخزين البصل. هقولك ازاي تخزين البصل وازاي تشتريه، كل ده معانا في الفيديو. بالنسبه بقى لتخزين البصل ده بقى طبعا عشان نشتري البصل بنشتريه برضو بيكون في شهر 4 و5. بنبدأ نشتري في البصل طبعا بيكون اخضر لسه، فبنحطه في البلكونة في اي مكان تكون فيه تهوية وما يكونش معرض جامد للشمس. يعني مثلا الشمس بتيجي عليه شوية وبعد كده خلاص. ليه بقى؟ عشان انا عايزة اي حاجة ناشفة خضرة في البصل ده تنشف معانا تماما. زي ما احنا شايفين كده، انا كده اصلا كنت خلاص خزنته، خلاص البصل معايا بدأ خلاص ينشف كده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا الحاجات البلاستيك اللي هي اللي انا حاطه فيها دي، بنجيبها من اي حد بيبيع طماطم او اي حد بتاع خضار، يعني هتلاقي عنده الحاجات دي كتير جدا. هتاخدي منه 2 أو 3 حسب كمية البصل اللي انت شارياها، وتبدأي تفصلي البصل بتاعك. هتحطي الصغير لوحده والكبير لوحده. ليه طيب؟ اولا عشان الاستخدام يكون سهل معانا لو انا عايزة كبير او صغير، وتاني هام علشان كمان علشان البصل بتاعك الكبير ده بنخليه الاستخدام في الاخر، لكن الصغير بنبدأ نستخدمه في الاول. ليه بنستخدمه في الاول؟ علشان بيكون البصلة الصغيرة دي ما بتعيش كتير، لكن الكبيرة بتعيش اكتر. الكيكة بقى اللي احنا عملناها مع بعض دي الكيكة بتاعتي اهي. انا كنت حطاها في صينية ألمونيا بس كانت سخنة ومش راضية تطلع من الفورمة اللي احنا عاملينها دي، فانا هجيب عندي اي حتة قماشة كده في المطبخ تكون مندية، بمعنى ان انا ببلها وبنشف اي مية موجودة فيها، ونبدأ نلف كده على الفوطة بتاعتنا المندية دي على الفورمة دي ونسيبها شوية، هنلاقيها هتفك معاكي بكل سهولة. يبقى اول حاجة اهوت، لو الفورمة بتاعتي مش راضية تطلع فانا هحطها في انا هبدأ ان انا خلاص اقلب الكيك بتاعي، هلاقيها برضو لسه مش راضيه تتقلب معايا. هروح جايبه الفوطه دي برضو واحطها عليها من فوق وهي منديه كده، هتخلي الكيك يفصل معاكي بكل سهوله. طبعا مش لازم تكون الفورمه دي، لو اي صينيه عندك موجوده عندك ومش راضيه تتقلب معاكي الكيك لاي سبب من الاسباب بقى، اتبعي الطريقه دي ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه وهتلاقيها اتفصلت معاكي بكل سهوله. هنا بقى انا هشيل الفورمه خلاص، هتلاقيها بدأت خلاص. هي طبعا اتبهدلت شويه بس نوعا ما نزلت معايا من الفورمه بكل سهوله. طبعا لو انت عامله الشكل ده وطلع معاكي مش عاجبك الشكل، ممكن تحطي عليه اي صوص من الصوصات اللي موجوده عندك، كمان صوص ابيض، صوص شوكولاته، صوص كراميل، اي صوص ممكن يغطي على الطريقه اللي احنا عملنا بيها الكيكه دي. هتطلع معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، كيكه سهله وسريعه جدا. والكيكه دي احنا عملناها تقريبا ببيضتين بس، عليهم كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الدقيق، عليهم كوبايه من اللبن، نص كوبايه ماده دهنيه زيت على سمنه. ضربت كل المكونات السائله في الخلاط ما عدا المكونات الجافه، حطيت عليها معلقه من الفانيلا ورشه من الملح، وكمان عشان نضيع اي زفره موجوده في البيض حطيت معايا معلقه من الخل، دي بتقضي على اي زفره موجوده عندك في البيض. بعد كده بقى هنخش على عمل الزبادي. ازاي تعملي معاكي زبادي ويطلع متماسك زي ما احنا شايفينه كده، وكمان يعمل معاكي وش؟
طبعا ده بيتوقف اولا على نوع اللبن، لازم يكون عن بلدي من لبن معلب واعمل بيه الزبادي بتاعتي مش هتديكي نتيجة كويسة. هو هيعمل زبادي بس مش هيديكي طعم كويس. تعال نشوف عملناه مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة خالص. واهم حاجة طبعا ان احنا نغطي الزبادي بتاعنا قبل ما ندخله التلاجة. هو هنا كان لسه كمان ما دخلش التلاجة معايا عشان يتماسك اكتر واكتر، فانا هبدأ ان انا نعمله مع بعض. زي ما احنا شايفين انا بقلبه كده مش بيتقلب معايا، يعني درجة متماسك لدرجة كويسة جدا. يلا نشوف هنعمل مع بعض ازاي الزبادي دي. الزبادي دي اول حاجة انا هجيب عندي البرطمان الفاضي ده كان مكانه لبن، اللي انا غليت اللبن اللي انا هستخدمه. طبعا دي طريقة حفظي في اللبن اللي انا بحطه في البرطمانات الازاز دي، وانا كنت منزله لكم بيه فيديو، وممكن تشوفي الفيديو ويقعد معاكي لحد اسبوع وتلاتة وكمان 3 اسابيع لو احنا في الشتاء من غير اللبن ما يقطع معاكي ويروق. دي زبادي انا كنت عاملاها قبل ما اعمل الزبادي دي، فهاخد المعلقه هاخدها تقريبا كلها. هي انا محتاج معلقتين فهي هتيجي معلقتين، انا كنت حاطه فيها شويه صغيرين علشان هعمل بيها زبادي. هاخد كل الكميه اللي موجوده. وطبعا لو انت مش عامله زبادي واول مره هتعملي زبادي هتشتري الزباديه اللي هي المعروفه بتاعتنا اللي هي تقريبا بتكون معلقتين من الزبادي. هاخدها كلها احطها في البرطمان، وطبعا ممكن بدل البرطمان ده تستخدمي بوله عادي خالص. هحط عليها معلقه من السكر، طبعا ما نكترش السكر عشان الزبادي بتاعنا ما يسكرش، معلقه صغيره كده من السكر. وكمان هحط عندي المكون الاساسي والرئيسي في نجاح الزبادي وهو اللبن البودرة. لازم يا جماعة نحط لبن بودرة للزبادي. لو عملتيه من غير لبن بودرة ممكن يمسك وممكن لا، حسب نوعية اللبن، بس في الاساس لازم ان احنا نحط لبن بودرة. فانا هحط هنا تقريبا معلقتين من لبن البودرة. وطبعا كل ما بتكتري لبن البودرة كل ما بيديكي طعم وغناوة ونتيجة احسن في تماسك الزبادي. حطيت هنا معلقتين من لبن البودرة كده خلاص. يبقى كده كل المكونات انا حطيتها في البرطمان بتاعي ده. وطبعا ممكن تستخدمي بوله عادي مش لازم برطمان، بس انا عشان ما اوسخش مواعين كتير فاستخدمت نفس البرطمان اللي انا كنت حاطه فيه اللبن اللي انا غليته. ونبدا نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما تمتزج الزبادي باللبن والبودره. ونقلب كل المكونات دي مع بعض كده. وممكن ان انا اغطيها كمان بالبرطمان وارجعها كويس جدا ونركنها على بعض بقى. ونجيب اللبن بتاعنا اللي احنا غليناه. هنغلي اللبن بتاعنا، واحنا بنغلي اللبن على البوتاجاز نفضل نقلب فيه شويه عشان يتكثف معانا ويطلع اي ميه موجوده فيه. وبعد اللبن ما بيغلي بنسيبه لحد ما يبرد تماما لدرجه ان هو يوصل لدرجه اللي هي زي ما بيسموها كده دمعه العين. فالزبادي هنا الاسفل اللبن هنا كان عندي لسه سخن شويه. هجيب معلقه كده وابدا ان انا اقلب فيه عشان ابرده واطلع فيه السخونيه اللي موجوده فيه عشان نكمل بقيه وصفتنا. وطبعا انت ممكن تعمليه وتسيبيه لحد ما يبرد براحته خالص، بس انا حبيت ان انا ابرده معاكم كده وكل شويه اعمل له اختبار. فهتلاقيه خلاص وصل للدرجه اللي انا عايزاها من السخونيه اللي هي زي دمعه العين، بحيث ان انا لما احط صباعي فيه استحمله. بعد كده بقى هنجيب المكونات اللي احنا كنا حاطينها كلها مع بعض في البرطمان كده. ونعمل بقى، هناخد حبه كده حوالي نص كوبايه من اللبن ده ونحطهم في البرطمان بتاعنا اللي احنا حاطين عليه حطينا فيه بقى، حطينا فيه زبادي، حطينا فيه لبن بودره، حطينا فيه معلقه من السكر. وهاخد حبه كده من اللبن وابدا ان انا ادوبهم في البرطمان عشان بس ادوب المكونات دي واقفل البرطمان بتاعي وارجهم كويس جدا. وطبعا انت ممكن تاخدي كل المكونات دي وبالكبه او بالخلاط او هاند بلندر وتضربي كل المكونات دي مع بعض هتديكي نتيجه كويسه جدا. بس انا بحب اسهل الموضوع بحيث ان انت لو ما عندكيش اي حاجه من دي النتيجه تطلع معاكي كويسه وسهله. رجيتهم كويس جدا. هاخد بقى الزبادي ده اللي انا رجيته ده هحطه على اللبن اللي احنا عملناه مع بعض. وابدا ان انا اقلب في كل المكونات دي مع بعضيها كده لحد ما تمتزج كلها مع بعضها. عندي بقى هنا صينيه هحط فيها البولات اللي انا هصب فيها الزبادي بتاعي. وممكن طبعا تستخدمي اواني فخار، تستخدمي اي اطباق عندك، كوبايات، اي حاجه موجوده عندك تستخدمي. طبعا كل الكميه اللي موجوده عندنا من اللبن اللي احنا عملناه بالمكونات اللي احنا حطيناها عليه. وطبعا بتحطي في البولات حسب احتياجاتك، عايزه البوله مليانه شويه صغيرين زي ما بتحبي وتفضلي لحد ما نخلص كل الكميه اللي موجوده معانا من اللبن.
بعد كده بقى عندي خلاص، انا خلاص كده خلصت اهوت. فنفضل اخر شويه، فانا بعلم الكوبايه دي بحيث ان انا دي اللي بعملها خميره عشان اعمل بيها الزبادي للمره الجايه. وهنا هفضي هنا حبه كده. وطبعا وانا بوزع ما احطش كل كوبايه للاخيره، انا بصب في الاول حبه وبعدين ارجع اصب تاني عشان كله ياخد من نفس الخليط من فوق ومن تحت. هحط بقى ايه، هبدا ان انا اغطيها. طب انا لو ما عنديش اصلا كوبايات ليها غطا، بورق استريتش او بكيس او بورق فويل، اي حاجه موجوده عندك تغطيه بيها. طبعا الكوبايات دي بتكون اسهل في ان هي لها غطا، فده بيسهل عليا ان انا اعمل الزبادي. وطبعا دي الكوبايات دي موجوده في اي حد بيبيع ادوات منزليه لو حابه تشتريها لعمايل الزبادي. نقفل بقى الغطيان بتاعتنا كويس جدا زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض. هنا خلاص انا غطيت كل الكوبايات اللي موجوده عندي. هبدا بقى اجيب ميه بتغلي، يعني خلاص هتدخل في الغليان وما خلاش تغلي كذا غلوه او تغلي كتير، لان ده اللي بيعمل ميه على وش الزبادي. ونبدا نصب بقى لحد ما نوصل تقريبا لربع الكوبايه كده من الميه. هعملها بقى في الوقت ده انا بكون بقى مولعه الفرن عندي على درجه حراره متوسطه كده لحد الفرن بتاعي ما يسخن شويه. انا مش عايزه الفرن يكون والع، انا بسخنه بس بحيث ان انا لو عندك مكان دافي حطيه فيه عادي، مش لازم فرن. هحط هنا معلقه من الخل دي علشان الصينيه بتاعتي ما تسودش، ملهوش علاقه بالوصفه. وبعد كده بقى هغطيها بقى كمان مره بورق استريتش عشان في كوبايه هنا من غير غطا، وممكن تغطيها بكيس بورق فويل، ممكن لو الصينيه لها غطا. اي حاجه موجوده عندك، ما توقفيش الوصفه لو في حاجه مش موجوده. انا بغطيها طبعا عشان تحتفظ بدرجه الحراره بتاعتها، فتخمير الزبادي يكون كويس معانا. هغطيها كويس جدا ونشوف بقى هنكمل بقيه وصفتنا ازاي. وهنا خلاص انا اهوت غطيتها بورق الاسترتش بقى ومولعه عندي الفرن على درجه حراره ايه. خلاص هي كده كانت طلعت معايا بقى من الفرن زي ما احنا شايفين كده. قعدتها في الفرن تقريبا كام 3 ساعات. طبعا الفرن دافي وممكن تلفيها في دفايه، لو عندك دفايه اصلا ممكن تحطيها عليها في مكان دافي. المهم ان احنا نحطها في مكان دافي لحد ما تختمر معانا. هنا الزبادي خلاص اهي تماسكت معانا كويس جدا، وكمان لسه ما دخلتش التلاجة. كل طبعا ما بتدخل التلاجة بتتماسك اكتر واكتر. زي ما احنا شايفين احلى وانضف زبادي ممكن تعمليها في البيت، بس تتبعي كل الخطوات اللي انا قلتلك عليها وامشي عليها مظبوط، ان شاء الله تطلع معاكي احلى زبادي. طبعا اللي متغطيه دي كمان اهيت ولا طردت ميه ولا في ميه على وشها ولا اي حاجه. هندخلها التلاجة وتقدميها بالف هنا وشفا. احلى زبادي ممكن تعمليه في البيت. زي ما احنا شايفين كده حبايبي خلاص دي تقريبا كمان كانت طلعت معايا من التلاجة. دي بعد ما طلعت معايا من التلاجة متماسكة كويس جدا زي ما احنا شايفين معانا. طبعا الزبادي بأسعارها غالية جدا، فانت لما تعمليها في البيت انضف واوفر ما تشتريها من بره. هغطيها بقى وادخلها التلاجة لحد ما تتماسك. هنا برضو الكيكاية بتاعتي دي احنا كنا عاملينها بيضتين، نص كوباية من زيت على سمنة او زبدة، كوباية ونص دقيق، كوباية ونص سكر، كوباية من اللبن، رشة من الفانيليا ومعلقة من الخل. كل المكونات السائلة ضربتها في الخلاط كويس جدا، وبعد كده ضفت عليها كوباية ونص من الدقيق مع رشة من البيكنج باودر مع رشة خفيفة من الملح. تطلع معاكي احلى كيك. دخلت الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الا ربع. نعمل مع بعض بقى السيرب اللي بنستخدمه لكل الحلويات. انا عندي حله ستانلس، ويفضل ان الحله بتاعتي تكون ستانلس عشان لما يغلي معاها ما يديكيش لون. ستانلس جرانيت، المهم ما تكونش ألمونيا. هاخد معايا هنا كوبايتين من السكر، ده السيرب اللي بيستخدم للكنافه، وممكن كمان نعمل بيه قطايف، بس هو تقريبا بيستخدم للكنافه او يكون احسن، وممكن لبلح الشام. فهو انا هعمله هنا هحط 3 كوبايات من السكر وهحط قديهم ميه. ممكن تعملي كوبايه سكر عليها كوبايتين ميه، ده بالنسبه للبسبوسه. بالنسبه للسكر قد الميه ده بيستخدم للكنافه ومعظم الحلويات. طب انا عايزاه اتقل من كده، هحط لكل
كوباية من السكر، نص كوباية من المية. هنا هحط 3 كوبايات من المية، 1 2 3، ولا اقلبه ولا نيجي يمه، وطالما اترفع على النار مش هنقلبه، لكن طول ما هو موجود لسه ما رفعناهوش على الميه ممكن انت تقلبيه لحد السكر ما يدوب معاكي. وممكن يفضل طبعا احسن ان انت ما تقلبيهوش، بس انا هديله تقليبه كده عشان ادوب كل السكر، ونخلي بالنا ان السكر ما يرفعش معاكي على الاطراف علشان ما يسكرش العسل معاكي، لحد السكر ما يدوب معايا كويس جدا. ونرفعه على النار على درجة حرارة عالية، واول ما يغلي نهدي النار، ونحسب له من 7 ل8 دقايق حسب الكمية اللي انا عاملاها. بالنسبة للكمية اللي انا عاملاها دي تقريبا هتاخد معايا 10 دقايق. وفي الاخر احط له عصرة من الليمونة وذرة من ملح ليمون لو موجود عندك، وطبعا ممكن تنكهيه فانيليا، حبهان، ممكن قرنفل، اي نكهة انت بتحبيها وتفضليها ممكن ان انت تنكهي بيها البتاع بتاعك العسل اللي احنا عاملينه ده مع بعض حسب النكهات. بس طبعا النكهة المتعارف عليها واللي كلنا بنحبها وبنفضلها هي نكهة الفانيليا اللي بتمشي مع معظم الحلويات. فهنا انا كنت بحط عصرة ليمونة، وبنزل البذر بتاعها كده من المصفى، ونرفعه بقى على النار زي ما قلتلك على درجة حرارة في الاول عالية، بياخد تقريبا معايا 10 دقايق. واحنا لما نرفعه على النار ويبدأ يغلي معانا، اي ريم موجود عندك على الوش يطلع معانا، النار عالية هنا زي ما بوريكي، اي ريم يطلع معاكي على الوش هنشيله بالمعلقة كده. وبعد كده عشان ده اللي برضو بيكون فيه حتت من السكر، حبات من السكر كده، دي اللي بتسكر معاكي العسل اهوت. واشيل اي ريم موجود عندنا. كل ما الريم بتاعي يطلع كده على الوش اشيله، اي ريم يطلع اشيله. كل ما وطبعا اول ما بيبدأ في الغليان بهدي النار واحسب من بداية الغليان، مش احسب من بداية ما احطه على النار، لا، من بداية الغليان بتاعي احسب له. وبكده نكون احنا بقى شلنا كل الريم اللي موجود معايا على الوش كده، وعملنا احلى سيرم نستخدمه في الكنافة، تحتفظي بيه في التلاجة يطلع معاكي كويس جدا. تابعي بس الخطوات اللي انا قلتلك عليها. هنا انا هنكهه بفانيليا، ممكن تحطي له حبهان، ورق لورا، زي ما بتحبي وتفضلي، بس انا بحب نكهة الفانيليا لانها بتمشي مع معظم الحلويات. طبعا بنضيفها في الاخر علشان لما بيغلي وهو محطوطة في الاول ريحة الفانيليا دي بتطير. هنا بقى انا هطفي النار وهسيبه لحد ما يهدى معايا خالص، ونحطه ببرطمان في التلاجة نستخدمه، بيسهل علينا وقفة المطبخ كتير جدا. في الفيديو ده انا جمعت لكم شوية وصفات كده من اللي بتسهل علينا وقفة المطبخ، يا ريت كلنا نعملها مع بعض. ولو انت عجبك الفيديوهات اللي انا بقدمها ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. هتنزلي على كلمة الاشتراك اللي تحت اللي باللون الاحمر واضغطي عليها عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك والشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. وهنا انا كنت بصب العسل بتاعي في برطمان معقماه وغسلاه كويس جدا زي ما احنا شايفين يا حبايبي كده مع بعض، وهدخله التلاجة يستخدم معاكي في الحلويات. وطبعا لو احنا مثلا هنعمل الكنافة بنعاير بقى بالكوباية، بناخد كوباية من العسل ده، كوباية ونص، زي ما بتحبي وتفضلي السكر بتاعي. طبعا بنعمله ويسهل علينا كتير جدا في المطبخ كده يا حبايبي اهو. خلاص ونغطيه وندخله التلاجة. لايك وشير بقى لو عجبك الفيديو بتاع شربات الحلويات. هنا ده مجموعة كده من السجاد، حابة اسيبه لكم برضو تتفرجوا عليه. ولو عجبكم السجاد والمطبخ قولولي وانا انزلكم بيه فيديو. ده سجاد مش بديل سجاد، قد ايه هو ماشي مع الفرش ده. انا كنت مصوراه في فيديو وحبيت ان انا انزله معاكم لو عجبكم السجاد. وبرضو قولوا رأيكم في الكومنتات.
ده هنا فيديو العسل اللي انا كنت منزلاه معاكم قبل كده، هتقدري تشوفيه برضو زي ما انا نزلته. هو عبارة عن 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية. هنرفعهم على النار بعد ما نقلبهم وندوب السكر. تقليب يكون قبل ما نرفع على النار، لكن لو رفعنا على النار ما نقلبش، فانا هقلبه هنا كويس جدا عشان ما يسكرش العسل معاكي. وبعد كده هاخده ارفعه على النار على درجة حرارة عالية في الاول، وبعد كده اول ما يبدأ في الغليان معايا وابدا اقلب فيه كويس جدا. وبعد كده احط عليه عصرة نص ليمونة، فانا عاملة هنا كمية كبيرة فهحط عليها ليمونة كاملة ونعصرها كويس جدا وننزل اي شوائب موجودة فيها. وطبعا ممكن تستبدلي الليمون ده بملح ليمون، ونرفعه على النار زي ما قلنا على درجة حرارة عالية، وفي الاخر نوطي النار ونشيل اي ريم موجود على الوش علشان العسل ما يسكرش معانا، لانه بيكون فيه حبيبات من السكر. نار هنا عالية، خلاص هدي النار، ارفع على درجة حرارة عالية، شيل اي ريم موجود. طريقة سهلة وبسيطة خالص، اتبعي بس الخطوات عمره ما يسكر معاكي. انا جمعت لكم معظم الوصفات اللي بتفشل مع الناس، اللي هي الزبادي، السكر، عسل الحلويات، التوم، تخزين التوم، تخزين ورق العنب. كل الحاجات دي في ناس كتير بتشتكي منها، فانا قلتلك على الخلاصة. وهحط هنا عندي رشة من الفانيليا، وممكن تنكهيه بأي نكهة انت بتحبيها. وبعد كده اطفي عليه النار واسيبه لحد ما يبرد تماما، ونعبيه معانا في برطمان نحفظه في التلاجة. ونبدأ نصبها بقى في البرطمان بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. احنا بنصب العسل ونحطه في التلاجة، عمره ما يسكر منك ولا يحصل له اي حاجة، زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هنا بقى عندي مجموعة من المنظفات ما تستغناش عنهم اي ست بيت او عروسة بتجهز. انا جمعت لكم معظم المنظفات عشان في ناس بتبقى لسه عروسة جديدة تقولك اشتري منظفات ايه وما اشتريش ايه. وكمان لو ست بيت بتلاقيها اي منظفات بتنزل بتشتريها. هقولك طبعا على الاسفنجة دي، طبعا انا بحبها جدا، دي سحرية بنستخدمها في حاجات كتيرة جدا. هنشوف المنظفات اللي اي بيت ما يستغناش عنها، وكمان لو انتي عروسة شوفي الفيديو ده معايا. اول حاجة هنجيب السترس، وده مذيب للدهون. لازم يكون عندك سترس، ليه 7 استخدامات، بنستخدمه في حاجات كتير جدا. اول حاجة بننضف بيه البوتاجاز، ممكن كمان تنضفي بيه الحمام، ممكن كمان الاخشاب والاسفل مش الاخشاب، لو عندك حاجه بقعه في اي حاجه، طبعا كراسي بلاستيك او حاجه ممكن تشيليه فيها، وهتلاقي مرسوم عليه ال7 استخدامات اللي احنا بنستخدمها فيه. سترس ده بيكون ده لتر، وفي منه الاخضر والابيض، وفيه بروايح كتيره، بس طبعا واحنا بنستخدمه بنلبس حاجه في ايدينا. تاني حاجة عندي ملمع الإزاز، لازم يكون عندك ملمع إزاز، وأنا جايبة هنا فريدة، كل معظم الحاجات جايباها فريدة. لسه أول مرة هجربه، كان عندي واحد تاني. طبعا ملمع الإزاز كلنا طبعا عندنا إزاز في بيتنا ومنستغناش عن الإزاز. وعشان تلمعي الإزاز كويس تستخدمي معاه أي حاجة جينز، لو عندك بنطلون جاكيت أي حاجة. وكمان عندي المنظف ده بنستخدمه مطهر ومنظف لجميع الأغراض. بتحطي منه تقريبا ربع غطا بس من المسحوق ده على مية المسح كده، ده تقريبا بديل للديتول، برضو مفيش أي بيت بيستغنى عنه. بناخد منه بس ربع غطا كده ونحطه على مية المسح اللي بنمسح بيها، بيعقم وينضف كويس جدا. وكمان عندي هنا طبعا ملمع الأخشاب، ما بنستغناش عنه برضو في أي بيت في البيت بتاعنا. وانا برضو جايبه فريده، وكان عندي نوع تاني برضو بستخدمه كان كويس جدا وجايب نتيجه معايا، بس انا حبيت ان انا اوريكي التغيير. وطبعا لو حد جرب نوعيه تالته ممكن يكتب لي في الكومنتات. وممكن وكمان عندنا بقى الاسفنجه دي اللي هي بتاعت السحريه دي، بنستخدمها في حاجات كتير جدا. انا مخليه واحده للمواعين، واحده للخضار والفاكهه، واحده للحوض، واحده تستخدميها كمان في الحمام احسن ما تستخدمي السلك العادي بتاعنا عشان بيسيب اثر كده في السيراميك. جميله جدا، وطبعا رخيصه خالص، تقريبا واحده ب5 جنيه او الاتنين ب15.
بس لازم تجيبيها الاصليه لان في منها تقليد كتير. طبعا بعد كده عندنا بقى الصابون السائل بتاعنا اللي مستغناش عنه في اي بيت لغسيل المواعين، وانا بستخدم هنا فيبا، وبيكون عليه العلامه المائيه زي ما احنا شايفين كده، لان في منه برضو كذا نوع بيكون مش كويس. طبعا ده مش مقاطعه وموفر جدا، بنجيب العبوه الكبيره كده بتقعد معاكي كتير جدا. وكمان انا بفتحه عشان اوريكي العلامه المائيه اللي موجوده فيه من جوه. في طبعا بريل، وفي انواع كتير جدا، بس احنا طبعا ده بالنسبه ان هو كمنتج مصري موفر معانا وكويس جدا. دي بالنسبه لمعظم المنظفات، طبعا بنحط عليها كلور الوان وكلور ابيض، بس انا ما كانش عندي اوريهم لك يعني، بس طبعا ما بنستغناش عنهم برضو في البيت. بعد كده عندي المسحوق العادي والاوتوماتيك، حتى لو انت ما عندكيش غساله عاديه بتجيبي مسحوق عادي برضو، لو انا ممكن تحبي تغسلي حاجه مثلا طرحه اي حاجه على ايدك فبتحتاجي فيها المسحوق العادي. فانا بستخدم فيه اوكسي، وده بصراحه اول مره اجربه في المسحوق العادي، بس هو تقريبا تبع شركه اوكسي برضو، لو حد جربه يقول لي عليه. وطبعا بكده بنكون احنا استوفينا كل المنظفات اللي موجودة عندنا في اي بيت او اي عروسة محتاجاها، وبنحط عليها كمان وبنزيد كلور الالوان والكلور الابيض والصابون السائل. طبعا قلنا دي بالنسبة لي انا المنظفات اللي بستخدمها ببيتي، وحبيت ان انا اعمل لك معاها فيديو. وبعد كده بقى انا هسيبك مع شوية مناظر طبيعية انا كنت مصوراها، يا رب تعجبك والفيديو يكون عجبكم في التجميعة بتاعة الفيديوهات اللي انا عملتها لكم على اهم الحاجات اللي بتفشل مع ست البيت، وكمان بالنسبة للمنظفات. لو انتي وصلتي معايا بقى بالفيديو لحد هنا ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه على القناة. ومتنسينيش بالاشتراك. هوريكي بقى شوية مناظر طبيعية جميلة جدا، مناظر طبيعية جميلة جدا. يا رب تكون عجبكم الفيديو اللي انا قدمت لكم فيه خلاصة تجاربي في عمايل مجموعة من الحاجات اللي اي ست بيت ما بتستغناش عنها، سواء منظفات مخللات. بس ما تنسينيش بالاشتراك وتدعمي قناتي عشان القناة والفيديو يرفع معاكم اكتر واكتر.